ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ الاخبار؟ يا رب تكونوا كويسين. انا احمد سامح، خلينا نخش في الموضوع على طول. معانا كاميرا مراقبه النهارده من براند ميركسس بضمان سنتين ضد عيوب الصناعه من تي بي لينك. والموديل اللي معانا النهارده سبيشال شويه، هو ام سي 230. السبيكس اللي موجوده فيه موديه الكاميرا في حته تانية، خاصه ان هي بالذكاء الاصطناعي تقدر ان هي تديتكت اي حاجه قدامها بالاي اي. خلينا بدون مقدمات كتير نقسم الريفيو الى اجزاء، ونبدا باول حاجه الا وهي الانبوكسنج. البوكس بتاع الكاميرا ممتاز، فيه كل حاجه جوه الكاميرا وايه المميزات اللي موجوده جوه الكاميرا. كمان بيفكرك ان هو بتشتغل مع اليكسا والسامسونج سمارت سينكس وكمان جوجل هوم. كمان من فوق بيفكرك ان هي بضمان سنتين كاملين ضد عيوب الصناعه من تي بي لينك. تعالوا نفتح البوكس بتاع ام سي 230. هتلاقي الكاميرا موجوده فيه بشياكه قوي كده، كمان الفيشر والمسامير اللي هتركب بيها، كتيب التعليمات والشاحن وكتيب تعليمات كمان والضمان. خلينا نشيل الكفر ده من على الكاميرا. بصوا الجمال والحلاوه، تصميم وماتيريال حلو قوي، في نفس الوقت بتلف 360 درجه زي ما قلت لكم. كمان اللينس دي بتعلى وبتنزل عشان خاطر تكمل ال 360 درجه. وزي ما هتلاحظوا ان تحت في زرار ريست والمايكرو اس دي عشان خاطر تحط لحد 512 جيجا، او حتى ترفع على الكلاود لو انت بريميوم وعايز تدفع في الشهر مبلغ وقدره. الكاميرا متميزه بالخط الابيض اللي موجود ده والخط اللي جوه كمان الليد ستاتيوس دي بتوضح لك بالظبط هي شغاله ولا لا، وهنا بيبين لك ان هي نايت مود او داي مود. ومن هنا بيركب الراس بتاعت الشاحن. بعد ما خلصنا الانبوكسنج بتاع البوكس الجميل ده، خلينا نقول لكم ايه السبيكس اللي موجوده اللي مختلفه عن بقيه الكاميرات، خاصه اختها الصغيره ام سي 200. طبعا بمنتهى السهوله تقدر ان هي تشوف بالليل، وكمان جوده التصوير بتاعتها 3K، يعني اقل من 4K بحاجه بسيطه. ودي جوده تصوير اعلى من ام سي 200 اختها الصغيره. تقدر كمان ان انت تعمل اتصال ما بين الموبايل وما بين الكاميرا عشان تكلم الدليفري او تكلم الحرامي او تكلم وات ايفر اللي موجود قدام الباب بتاعك، سواء باب الفيلا، باب البيت، باب المحل، في اي مكان. كمان زي ميركسس مع وداكو فيها بيرسونال ديتكشن وكراي ديتكشن، يعني تقدر تحطها في اوضه النوم والطفل بتاعك موجود، لما تعيط بتبعت لك نوتيفيكيشن على طول. وعشان فيها ذكاء اصطناعي تقدر ان انت تديتكت عربيه ماشيه، قطه ماشيه، كلب ماشي، ايا كان الحاجه اللي بتديتكتها هتقول لك عليها هي فيها ايه، عشان خاطر ما تمسكش الموبايل كل شويه وتخش وتشوف. لا، ده ممكن تبقى عصفوره، فمش لازم ان انت تفتح الابلكيشن كل شويه. وكمان طبعا فيها الموشن تراكنج، يعني اول ما تبص على حاجه سواء قطه مثلا او كلب او انسان حتى بيتحرك، تقدر ان هي تمشي معاها، وبتلف 360 درجه زي اختها الصغيره ام سي 200. وتقدر تنزل الابلكيشن عن طريق الكيو ار كود اللي موجود على العلبه او اللي موجود جوه الكرتونه في كتيب التعليمات اللي محدش بيبص عليه، ولكن لازم تنزل الابلكيشن. وهنرجع لكم مره كمان تقدر تشغلها مع اليكسا او سامسونج او جوجل هوم. خلينا نجربها مع بعض. الكاميرا بتظبط نفسها وبتلف عشان خاطر تظبط ال 360 درجه بتوعها زي ما انت شايف كده. واللمبه هنا بتنور اصفر واحمر عشان هي جوه البيرنج مود. بصوا الجمال والحلاوه. بعد كده هي وقفت، عملت كاليبريشن وخلاص كل حاجه شغاله فيه كده. الكاميرا كونكتد بالواي فاي. لما نزلت الابلكيشن عملت كونكشن ودوست ان انا محتاج ابير ام سي 230، وقد كان البروسيس كده خلصت. تقدر كمان ان انت تديتكت انت عايز تحطها فين عشان خاطر تظبط الاعداد بتاعتها، سواء انت عايزها بالمعدول او بالمقلوب، عشان خاطر تعمل لك انفيرت ايمج ولا تسيبها لك معدوله زي ما هي. كمان تقدر تحطها عند البيبي عشان تعمل لك كراي ديتكشن، او في الجيم او في البيت او وات ايفر. خلينا نعملها بره، بس هي مش اوت دور، دي ما ينفعش تحط اوت دور. ساوندز جود.
هنا عشان خاطر تشوف الاشتراك بتاعك لو انت عايز تدفع وتابلود الفيديوز وتابلود كل حاجة موجودة على الكاميرا بتسجلها على الكلاود بتاعك. وبكده انت عندك ام سي 200 وعندك ام سي 230. 230 اهي حلو جدا، تقدر كده ابعت لك نوتيفيكيشن بيرسون ديتكشن عشان عارف ان دي صوابع ايد بني ادم. موشن ديتكشن تمام. هنخش على الجزء بتاع المانج عشان نشوف بالظبط نقدر نعمل ايه جوه الكاميرا دي. طبعا الصوت اشتغل ولكن عايزين نعملها ميوت عشان خاطر ما تصدعناش. تلاقي ان هي مختلفه بسيط عن الام سي 200 خاصه من التاج اون الخاص بالديتكشن، وكمان هنا مودز من الديتكشن اكتر بكتير من المره اللي فاتت. لو عايزين تعرفوا اكتر عن الابلكيشن اسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن، حلقه مخصوص عن الابلكيشن وازاي تتعامل معاه. كده يكون الريفيو خلص عن الكاميرا الذكيه، وبالفعل هنا المره دي ذكيه عشان فيها artificial intelligence، ذكاء اصطناعي في كل حاجه موجوده جوه الكاميرا. ابلكيشن ممتاز بيغطي كل حاجه انت عايز تعملها وفيها كل المواصفات والسبيكس اللي انت تقدر تعملها، ولكن هي اندور مش اوت دور. وبس كده، يا رب تكونوا استفدتوا. ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.